السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم يا ربي كلها في احسن الاحوال. الى اول مره كتشوف القناه كنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم تنضموا لهذه القناه المتواضعه، تشجعوني الا كان كيعجبكم المحتوى. اذا اليوم نتلاقى بكم في وصفه جديده، وصفه سبيسيال لانها دايره ضجه مواقع التواصل الاجتماعي. واحد التحليه كتجي صراحه انايا اللي سمعت عليها كتجي مزيانه، وبغيت انا يعني نشاركها معكم. نشوفوها كي غتجي، نشوفوها جميع كي غيجي المذاق ديالها الحقيقي. لان يعني كشي كنشوفوه في المواقع حاجه، والواقع يعني حاجه اخرى. انا غنقل لكم الواقع كما هو. اذا عندي هنايا المول، غادي جبت هنايا هاد بيمو. هذا يمكنكم ديروا الكيك واجد، يعني تحضروا الكيك. حاول نستفوا المول ديالي، نستفوا ان شاء الله ونتلاقى معكم. اذا من بعد ما سرحت هاد الكيك ديالي فوق هذاك المول، غادي نجيب واحد شويه ديال الحليب، تقريبا واحد نص كاس شكل، وغادي نوضع فيه واحد الملعقه كبيره ديال الحليب اولا هذا البودره ديال اللي كنحضروها مع الحليب. صافي، ونخلطوا العناصر. صافي، غنخلي الحاله الجايه. غنحتاج هنايا فين غادي نخلط الطبقه الثانيه. نحتاج هنا تقريبا واحد 400 مليلتر ديال القشده الطريه ولا المستحضر الخاص بقشده الخفق الحلويات. صافي، عندي هنا ساشي ديال كريم شانتيي، وغنحتاج هنا انا عندي هنايا نيستلي بمذاق الكراميل. كان عندكم العادي ديروه، انا غندير مذاق الكراميل لانه هو اللي متوفر عندي، ماشي مشكل. عندي هنايا واحد الجبن طري، بغيتو ديروا الجبن اللي كندهنوا به، بغيتو ديروا يعني اي حاجه يعني متوفره عندكم، ما ترغموش على راسكم، اي حاجه متوفره عندكم. صافي، وغنخفقوا جميع المكونات. اذا ما توصل معنا لهاد الدرجه عاقده، هنا غادي نحبسوا التطريب ديالنا. صافي، وغنجيبوا المول ديالنا وغادي نضيفوا هاد الكريم. صافي، غندخلو للثلاجه ان شاء الله بين ما نوجدوا الطبقه الثالثه. الطبقه الثانيه غناخذ شويه من هاد القشده الطريه وغادي نوضعها على النار تسخن لينا مزيان، وغنضيفوها على الشوكولاط. دار هنا جبنا الشوكولاط، غنضيفو عليه داك القشطه من بعد ما سخنات. غادي نحاولوا نخلطوا مزيان تيذوب لينا الشوكولاط ديالنا. هنا ما عندي شويه نسيت ما قطعتوش، غادي نردوه فوق بان ماغي بين ما يذوب لينا، ونتلاقى بكم ان شاء الله. من بعد ما وجد معنا داك الخليط ديال الشوكولا، بعد ما وجد معنا داك الخليط ديال الشوكولاط والقشده الطريه والكريم شونتيي سائل، غادي نحاولوا نضيف طبقه على هاد الكريم ديالنا. يكون كيبان لكم كيجي عاقد. حاولوا تستعملوا
الشوكولاط اللي يكون نوعيه مزيانه باش تجي معكم يعني التحليه لذيذه، ابر على انها صافي. صافي هذه بالنسبه لهاد المرحله اللي موراها. انا عندي هنايا كونفليكس ديال هذا الشكل ديال الشوكولاط ديتو، وهذا غادي نحاول نوضع واحد الكميه في البواط باش تساعدني على انني نحرك. على جوج، وغنضيف ليها هاد الصوص ديال الشوكولاط. شوفوا هاد التحليه ان شاء الله نشوفها يا ربي كما كنشوفها في لي ريزو سوسيو ان شاء الله تصدق ليا. حتى دابا غنحرك مزيان حتى تلبس لينا كل حبه من داك الكونفليكس ديالنا بهذا الصوص. وهنا المرحله اللي غنحتاجو نسدو فيها هو انني غنضيف الشوكولا غبره او الشوكولاط غبره. ضيفنا واحد الكميه كبيره. وغنجيب الغطايه ديال هاد البواط، افضل تستعملوا بواطه صافي. وغادي نحركو بعد ما حركتها مزيان غنحل نشوف معكم النتيجه. مزيان هادشي اللي بغينا، تلبسات مزيان بهاد يعني الشوكولا اللي هي غبره. غادي نحاولوا نوزعوها بالتساوي فوق هاد الكيك ديالنا. وضعت دي كونفليكس ديالي، غادي نخليها تبرد ونتلاقى بكم ان شاء الله في النتيجه، او هذه هي النتيجه النهائيه. غنتلاقى بكم ان شاء الله في مرحله ديال التذوق. هذه هي النتيجه النهائيه ديال التحليه ولا الكيك ديالنا، كل واحد كيسميها، الشهيره اللي دارت لينا حاله السوشيال ميديا، فكان نشاركها معكم. فغناخذ نقطع واحد الطيب باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي. باينه تبارك الله، غنيه بالقشطه والعناصر كامله. كتجي هاد الشكل. نحاول هذا هو الشكل اللي كتجي عليه. كتجي غزاله صراحه، باينه المذاق، باين القوام كيفاش كيجي. نضيف هنايا الكيك اللي درت معاه، كيجي هنايا بحال كيجي مشرب غزال بزاف. كنتمنى يا ربي انها تنال الاعجاب ديالكم، وتجاوبوني في لي كومونتير كيف جاتكم التجربه. انا صراحه غندوقها معكم، رائعه رائعه بزاف 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 صراحه. في واحد البنه عجيبه، واحد البنه يعني غنيه بداك القشطه، واخا حلوه شويه وانما فيها واحد البنه غير، فيها واحد البنه صراحه غير. لانكم تجربوها صراحه وتستمتعوا بها بالامسيه ديالكم الرمضانيه. كنتمنى تلاقاكم انا ان شاء الله في احسن الظروف وفي افضل الاحوال. تخليوا لي لايك، خليوا لي كومونتير، اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك اسفل الفيديو. فنتمنى نلقاكم كما قلت في احسن الظروف. بسلامه.